ازيكم يا بنات؟ ايه الاخبار؟ اخيرا باجي لكم فيديو جديد. ولو انت اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش كده تعمل لايك وتشترك في القناه علشان كل حاجه بنزلها وانزلها ان شاء الله توصل لكم اول باول. ويلا بينا نشوف هو فيديو النهارده، خليكم معايا. وزي ما انتم شايفين فيديو النهارده فعلا هو فيديو التوفير كده والشهيصه والدلع، ويلا بينا نروق النفسيه ونشيص زوجنا العزيز. وزي ما بقول لكم فعلا هو فيديو التوفير. ليه بقى فيديو التوفير؟ لان انا عامله كل الكريب اللي انتم شايفينه ده، وكمان سندوتشات الشاورما اللي انتم شايفينها دي كلها بحاجات بسيطه جدا جدا، وبواقي حاجات من البيت وحاجات اقتصاديه وكلها من بيتنا. مش هنشتري اي حاجه من بره، ببواقي لحوم. كان عندي كده شوية صدور على شوية لحمة مفرومة، فقلت كده ان انا اعمل بقى حشوة محترمة، وخرطت عليهم بصل وفلفل وتوابل. والله ادتني الحشوة اللي انتوا شايفينها دي مع طاسة بطاطس كده محترمة، ونضيف ده على ده. ويلا بينا نعمل احلى كريب واحلى سندوتشات وفي البيت ونوفر. انتوا عارفين طبعا بره الكريبايه الواحدة ب90 جنيه. عاوزة اقول لكم بقى ان انا عملت ال3 كريبات دول وكل كمية السندوتشات دي غير الحشوة اللي اتبقى، وكلها طبعا يا بنات بحاجات من البيت وممكن تكون في بيتك انت كمان، وما كلفتنيش اي حاجة. وصوص الطحينة ده انا برضو عملته في البيت مع عيش الكريب. وطبق الخضروات الجميل دوت بقى نقطع كده شوية خيار على جزر على طماطم على شوية مخلات كانوا عندي، واحلى اكلة واحلى شهيصة واحلى ده. وفعلا طلعت اكلة جميلة جدا جدا، تنفع غدوة وتنفع عشوة، تنفع كده في يوم رومانسي كده. ملكش نفس ان انت تعملي اكل، فاكلة سريعة ومشبعة واقتصادية وموفرة جدا جدا. ولو عاوزين الطريقه سيبولي في الكومنتات وان شاء الله انزل لكم الطريقه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه علشان كل حاجه بنزلها وانزلها ان شاء الله توصل لكم اول باول. واستنوني فيديو جديد. سلام.